السلام عليكم. واش عمرك سولتي راسك علاش الهند ما كتشاركش في كاس العالم لكرة القدم اللي حاول يشارك فيها المرة الأولى؟ جا الانسحاب ديال الهند من بطولات كاس العالم لقطر اللي حاول يشارك فيها المرة الأولى بسبب رفض الفيفا طلب الفريق الهندي اللعب بدون أحذية، يعني حافي، لأنه هذا الشيء اللي كانوا مولفينه شحال هذه في بلادهم. داكشي علاش ما خلاوهمش يلعبوا في المونديال. وكان المنتخب الهندي لكرة القدم شارك في دورة الألعاب الأولمبية عام 1948 واللي دارت في لندن، وفاش جاو كلشي تصدم حيتاش دخلوا يلعبوا بلا أحذية، حيتاش مولفين اللحفة. شي وحدين منهم لعبوا بتقاشر وشي وحدين لعبوا باللحفة. وجا كاس العالم النسخة الرابعة واللي استضافته البرازيل في عام 1950، وهذا الشيء بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بتأييد عدد من الدول والتي تمثل قارة آسيا. فقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم دعوة إلى دولة الهند للمشاركة في بطولة كاس العالم، وكان رد الهند بالموافقة. ولكن شنو وقع؟ تأهل المنتخب الهندي عن قارة آسيا عام 1950 لأول مرة في تاريخه وآخر مرة أيضا. الغريب في هذا الشيء كامل أن القرعة وقعات الهند في مجموعة فيها الفلبين وبورما واندونيسيا، وكانت النتائج بحال هكا. الهند ما لعبتش مع بورما لأن بورما استبعدت واعتبرت الهند فائزة. الهند مع الفلبين استبعدت واعتبرت الهند فائزة أيضا. مباراة الهند مع اندونيسيا استبعدت أيضا واعتبرت الهند فائزة المباراة. وهكذا تأهلت الهند للبطولة النهائية في كأس العالم عام 1950. ولكن في الأخر تقدموا بطلب يخليهم يلعبوا في البطولة بلا صباط. مجرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم برفض طلب، وأي منتخب كيف ما كان النوع ديالو ممنوع عليه أو لا يشارك في البطولة، وعليها انسحبت الهند من المشاركة في البطولة بسبب رفض الطلب. الهنود في ديك الفترة ولفوا يلعبوا الكرة غير في بلادهم بدون أحذية، وما عمرها قدرت توصل البطولة إلى يومنا هذا.